السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير فيه مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الرومي. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون فيديو كويس جدا. هقولك في الفيديو ده ازاي تحافظي على بيض الرومي او بيض النتايات الرومي. لازم اول حاجة تحافظي على الاعشاش، العش اللي هو النتاية هتبيض فيه، لازم تاخدي بالك اوي من الموضوع ده. تربية الديوك الرومي او الرومي عامة لازم تاخدي بالك منها. لازم توفري للرومي بتاعك بيئة صحية، بيئة مريحة. طبعا اول حاجة هنهتم بيها هي البيض اول حاجة، اول عامل اساسي هيساهم معاكي في نجاح مشروع تربية الرومي. لازم تاخدي بالك قوي من موضوع البيض، وازاي تحافظي على العش اللي هما بيبيضوا فيه، ازاي تحققي انتاج بيض يكون الجودة بتاعته عالية. ده عشان تضمني استمرار ان الديوك بتكون بتكسر كويس. لما الديوك الرومي بتكون بتكسر كويس ده بيكون شيء كويس جدا. ده هيضمن معاكي نجاح المشروع بتاعك. لازم تاخدي بالك قوي من ان الديوك التكسير بتاعها حلو. تاخدي بالك برضو من النوتي اما تيجي تبيض ان هي تكون بتحضن البيض كويس. ممكن لازم تاخدي بالك من الحاجتين دول. اول حاجة ان الديك يكون تكسيره حلو، لان الديك ممكن لو كان تكسيره وحش البيض كله هيطلع رايق ومش هتكسبي اي حاجة من موضوع الرومي. ممكن الديك يكون تكسيره حلو لكن النتاية ما بتحضنش البيض كويس، فبرضو البيض مش هيطلع معاكي. فالحاجتين دول لازم تاخدي بالك منهم. احنا خلاص اتأكدنا ان الديك كويس وبيلقح كويس طلع قبل كده، واتأكدنا ان النتايات بتحضن البيض كويس. هيجي بقى الحاجة اللي المفروض تاخدي بالك منها، العش او المكان زي كده، المكان اللي هم هيبيضوا فيه، المكان اللي هم هيبيضوا فيه او العش اللي هيبيضوا فيه لازم تاخدي بالك قوي منه. لازم توفري الراحة للنتاية عشان تنام في العش بتاعها، او المكان اللي هتبيض فيه توفري لها بيئة كويسة للبيض عشان تضمني عملية نجاح تربية الرومي معاك. اول حاجة العش. اول حاجة اتأكدنا ان الديك كويس، النتاية كويسة، هناخد بالنا بقى من موضوع العش. لو انت عندك نوتي رومي كتير او المشروع عندك كبير، المفروض ان كل ان الابعاد او المقاسات بتبقى 60 في 45 في 60 سنتي. ده لما يكون عندك 5 نوتي بيبيضوا، ده حجم مثالي قوي عشان يوفر مساحة كافية للروم بتاعك، عشان يكون مرتاح لما يجوا يبيضوا في العشش دي. المساحة اللي انا قلتلك دي عليها دي بتسمح للنتي الرومي بحركة مريحة من غير ما يكون في زحمة، من غير ما تتعرض للزحمة. ده هيساهم في تقليل التوتر بالنسبة لنتاية الرومي بتاعك، وان هي يكون عندها حافز ان هي تنام على البيض بشكل كويس وتطلع البيض. اول تاخدي بالك برضو من حماية البيض بتاع الرومي بتاعك من التلوث. عشان تضمني جودة البيض وتحميه من التلوث، المفروض ان انت انا عملت عش اهو للنتاية الرومي بتبيض فيه. العش موجود قدامنا اهو، والنتاية اصلا اهي بيضة اهي. نتاية الرومي بيضة اهي في العش اهو. النتاية اهي دخلتها عشان تبيض. دي بتاع خزانة اهي، ده الباب بتاعها. معلش سامحوني الاضاءة صعبة شوية لان ده جوه قوي. فده مكان دي الرومية اللي بتبيض، والبيض اهو، وده العش اللي انا عاملاه في خزانة لوحدها كده بسد عليهم. المفروض ان انت ما تيجي تعملي عش للرومي بيض فيه، المفروض ان الفرشة اللي انت هتحطيها، طبعا بتحط رمل او بتحط تبنة او نشارة، او ايا كان اللي انت هتحطيه في المكان اللي النتي الرومي هتبيض فيه. المفروض المكان ده الفرشة دي تكون ناشفة، العمق بتاعها اعلى من الارض كده ب10 سنتي ولا حاجة. ده عشان تساعد في امتصاص الرطوبة الزايدة اللي هي بتبقى في الارضية ذات نفسها. كمان اما بتكون الفرشة بعمق 10 سنتي دي بتمنع تلوث البيض. بتساهم برضو في الحفاظ على صحة النتي الرومي.
الفرشة الناشفة دي بتكون بتخلي العشش نظيفة. اما بيكون العشش نظيفة او المكان اللي هم يبيضوا فيه ده هيقلل من فرص نمو البكتيريا والفطريات اللي بتأثر على جودة البيض. المفروض برضو العشش اللي انت هتعمليها تكون سهلة للنتي الروم ان هي توصل ليها، او النتي اللي هي هتبيض. لو انت مثلا مش هتوصل ليها ممكن تمسكي النتاية وتدخليها في الخزانة اللي هتبيض فيه. المكان يكون هادي بعيد عن الزحمة. زي ما قلنا ان احنا هنرفع الاعشاش كده قليل كده عن الارض، مسافة مثلا 10 سنتي 5 سنتي. ده هيساعد على ان هو يحمي البيض من التلوث، ويسهل عملية جمعه كده ان الرومية تعرف تجمعه على بعض عشان تنام عليه. خلاصة الفيديو ان انت توفري عش يكون مناسب للنتي الرومي. ده حاجة اساسية بتضمن ليكي البيض يكون جودته عالية، ويكون المساحة مناسبة لكل نتاية ان هي تعرف تنام فيه. يعني تكبري العش شوية عشان تاخد راحتها اما تعوز تقوم او تعوز تقلب البيض. البيئة برضو اللي هي حواليها تكون كويسة. ده هيخلي عندك المشروع نتي الرومي مشروع جميل جدا. يبقى قلنا في الفيديو ده على شوية اساسيات كده في تربية الرومي. خلاص بقى احنا دخلنا النتاية، انا مسكتها اهو ودخلتها عشان تبيض. هنسد عليها بقى باب الخزانة عشان تبيض بقى براحتها. انا كنت فاتحة كده بس عشان اوريكم العش او المكان اللي هي هتبيض فيه. فخلاص احنا خلصنا كده الفيديو. فانا قلت لكم في الفيديو ده على ازاي تعملي العش. وبرضو بعد ما كل نتاية رومي تنام في العش ده وتطلع، اكنسي برضو المكان وحطي برضو نشارة جديدة او تبني جديد، لان ممكن المكان يكون فيه سوس او حاجات كده مش كويسة. فلازم تاخدي بالك قوي من الموضوع ده، ان انت بعد ما كل الرومي يطلع تكنسي المكان وتلاقي تحاولي المكان يكون ناشف كده وواسع عشان الرومية تعرف تقلب البيض. لان كلنا عارفين ان لو انت عايزة تقلبي لها البيض ممكن تقلبي البيض مرة كل يوم، لان هما بيعملوا كده. لو انت مش عايزة تقلبي البيض عادي، هما في نتايات هي بتكون متعودة ان هي تقلب البيض لنفسها. تقليب البيض ده بيساعد ان البيض كله يطلع معاكي. في ناس بتتدخل وتخش هي تقلب البيض للرومي، وممكن ان الرومي هو اللي النتاية تقلب البيض بنفسها. زي ما قلنا برضو في حكاية تكسير الرومي، ان انت تبع ما بتعود الرومي. لو عودت الرومي ان انت تمسكي له النتاية الديك عمره ما هيكسر لوحده، لكن انت لو عودتي ان هو يكسر لوحده ومسكتيش النتاية هو ما بيكون عايزها بيروح لها من نفسه. فده هيكون اريح ليكي، لان مسك النتاية الرومي ده حاجة صعبة قوي. لان انا جربتها في بداية ما حاولت ان انا اربي الرومي. فسألت ناس فقالوا لازم انت تمسكي النتاية، فالموضوع صعب جدا لان ايديكي كده بتتشرح من الضوافر بتاعة الديك الرومي. وفي نفس الوقت الديك بيكون تقيل عليكي، فبتفضلي شايلة الوزن بتاعه وهو بيكسر النتاية. فاريح ليكي واريح لدماغك انت سيبيه هو يكسر لوحده. عن تجربة يا جماعة الديك الرومي ما بيكسر لوحده بيكون احسن واريح ليكي من ان انت تمسكي له النتاية. حبايبي ده كان فيديو بسيط كده. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناة، ولو اول مرة تشوفي قناتي اتفرجي على محتوى القناة. لو عجبك المحتوى اشتركي فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.